برشلونة يستهدف التعاقد مع كاراسكو باستراتيجية جريزمان. ميسي يحسم موقفه من العودة لبرشلونة. تقرير برشلونة يرحب ببيع ليفاندوسكي في الصيف القادم. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات عن الصفقة التي تتمنون انضمامها إلى الكامب نو في الفترة القادمة. وإذا كنت من محبي النادي الكتالونية برجاء الاشتراك في القناة من أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس لتصلكم أخبار النادي فور نزولها، وعمل لايك ومتابعة لصفحتنا. برشلونة يستهدف التعاقد مع كاراسكو باستراتيجية جريزمان. كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الناديين سيدخلان في تفاوض مرة أخرى في الصيف المقبل بعد يناير الماضي، حيث انتقال منفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد قادم من برشلونة. ويريد برشلونة ضد كاراسكو باستخدام نفس الاستراتيجية التي طبقها أتلتيكو مدريد عندما أراد شراء جريزمان مرة أخرى، وذلك عبر تخفيض السعر المتفق عليه مسبقا. ويسعى النادي الكتالوني للتفاوض مع أتلتيكو مدريد حول تخفيض المبلغ المتفق عليه مسبقا الذي يبلغ 15 مليون يورو. جدير بالذكر أن كاراسكو البالغ من العمر 29 عاما كان يريد مغادرة أتلتيكو في يناير اللعب بصفوف برشلونة. ميسي يحسم موقفه من العودة لبرشلونة. أفادت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان تواصل مع تشافي هرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة لبحث إمكانية عودته إلى برشلونة. ووفقا لراديو كاتالونيا فإن ميسي طلب من والده التحدث مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لبحث إمكانية عودته إلى البارسا خلال الصيف المقبل. وأضاف أن ميسي تواصل مع تشافي المدير الفني للنادي الكاتالوني لنفس الغرض، ويبدو أنه يحظى بموافقة غرفة الملابس والجهاز الفني. وحسب ما أفادت تقارير صحفية إسبانية فإن ميسي أبدى رغبته في العودة لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية عقده مع باريس، ولن يجدد ميسي عقده مع باريس سان جيرمان بعد عدم اقتناعه بمشروع الفريق خلال الموسم المقبل. وسيبدأ برشلونة التحرك من أجل التفاوض مع ميسي حول فكرة عودته لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. تقرير برشلونة يرحب ببيع ليفاندوسكي في الصيف القادم. كشفت مصادر صحفية موثوقة عن مستقبل النجم البولندي ليفاندوسكي مهاجم برشلونة مع الفريق، وذلك بعد الشائعات التي أكدت احتمالية رحيله عن الفريق خلال الصيف المقبل. ووفقا لصحيفة تاز الألمانية فإن برشلونة يفكر جديا في بيع ليفاندوسكي في الصيف المقبل، وتم تحديد أسماء بديلة عنه. أداء البولندي لم يقنع حتى الآن. وأضافت الصحيفة أنه يشاع بأن الكتالونيين غير متحمسين لأداء المهاجم، وبالتالي هذا سبب البيع. ومنذ العطلة الشتوية الطويلة بسبب كأس العالم 2022 في قطر سجل ليفاندوسكي هدفين فقط، وهذا لا يكفي لمطالب قادة النادي الإسباني. وحسب التقرير فإن لابورتا والمدرب تشافي يأملان بأن يتحسن الروبوت بشكل ملحوظ في المرحلة الأخيرة من الموسم. إذا لم يحدث هذا فإن العلامات تشير إلى الوداع.